أنا فؤاد جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج تخاريف. تركيزك ماله منعدم، هو ايه؟ بتتوه كتير، مش عارف تركز في اي حاجة، عمال تشرب في قهوة كتير كتير كتير، عارف تفوق. انت تركيزك مش منعدم، انت بس دماغك مليانة شويتين وعاوزة تفضى. يعني ايه؟ مخك فيه نوعين من الذاكرة، ذاكرة قصيرة short term memory وذاكرة طويلة long term memory. المعلومات الجديدة كلها اللي بتدخل مخك بتتخزن في الذاكرة القصيرة. الذاكرة القصيرة دي ساعتها قليلة خالص، كل شوية لازم تفضى وتتخلص من المعلومات اللي فيها، هتنساها أو تنقلها للذاكرة الطويلة. والذاكرة الطويلة بالمناسبة ساعتها أكبر بكتير من الذاكرة القصيرة. أنت مش عارف تركز عشان دايما ذاكرتك القصيرة دي مليانة. كده الكمبيوتر أو الموبايل لما تفتح عليه كذا آب وفجأة تلاقيه هنج، أنت بتوصل لنفس المرحلة من كتر المعلومات اللي عمال تدخلها في دماغك. أنت هنكت، مش عارف تركز. لازم تفضي الذاكرة القصيرة بتاعتك عشان تعرف ترجع تشتغل تاني وكأن الايرور ده ما حصلش. طب ازاي افضي الذاكرة القصيرة بتاعتي؟ سمعت عن حاجة اسمها الاوتو بايلوت، الطيار الآلي. ده وضع بيدخل له المخ لما بيكون متأكد ان التاسك اللي هو بيعمله او المهمة اللي هو بيعملها دي مش محتاجة تركيز، وهو متعود عليها وبيعملها على طول. نوعين: الشاور، وبالمناسبة الشاور احسن مكان تصفي ذهنك فيه. ماشي المكان انت حافظه او قريب من البيت. ازاي المخ بيفضي الذاكرة القصيرة في الفترة دي؟ المخ دايما لما بيلاقيك بتعمل حاجة محتاجة تركيز بيوجه كل طاقته انه يفرز المعلومات اللي موجودة في الذاكرة القصيرة ويشوف اللي تحفظها بيبعتها للذاكرة الطويلة. مش محتاجة وخلاص، يعني الموضوع عدى بينساها. هتلاقي دايما لما بتدخل في الاوتو بايلوت مود ده زي عواصف من الافكار بتاكل دماغك، البلدي كده بتسرح، بيقعد يودي ويجيب في افكار كتيرة. ما تخافش، احنا اصلا عايزين نوصلك للوضع ده، عايزينك تقلب في الافكار بالشكل ده عشان تفضي ذاكرتك، دماغك رايقة وتركز من تاني. المشكلة في الحفظ، يعني في الواقع هي مش مشكلة، بس انت عايز تعرف ايه نوع ذاكرتك. الذاكرة الطويلة ليها انواع، استنوا الفيديو الجاي هتكلم عن انواع الذاكرة الطويلة. تاني حاجة بتساعد على انك تفضي ذاكرتك الموسيقى، mindful meditation باستخدام الموسيقى، التأمل بعقل مليان. وخلي بالك بنستخدم موسيقى مش اغاني، الاغاني هتشغل الذكريات بالذات لو الاغاني دي بنفس اللغة اللي انت بتتكلمها. اهم حاجة لما دماغك تدخل في عواصف الافكار دي متسحلش وراها، متقعدش تقلب في كل فكرة، هتعدي عادي، انت واخد خطوة لورا وقاعد بتتفرج على افكارك وهي ماشية لغاية ما تلاقي نفسك لوحدك هديت خالص. بحب ادمج ما بين الاتنين، بنزل اتمشى وشغل موسيقى في ودني واسيب دماغي تتسحل زي ما هي عايزة. قبل اي قرار او اي حاجة مهمة في حياتك اعمل كده وشوف النتيجة. بالك برضه حاولت تحاور نفسك او تقلب في اي فكرة من الافكار دي هيبقى يوم اسود ومنيل عليك وعلى دماغك. سيبها تعدي. هو ايه اللي بيدخلك اصلا في الحكايه دي؟ حاجات كتيره، ابسطها انك ساحل نفسك في حاجه جديده بتتعلمها، شغل جديد بتتعلمه، حاجات كتيره بتتعلمها في الشغل، فدماغك دايما مليانه. لكن الامتحان فبتقرا معلومات كتير فبرضه دماغك مليانه. تجربه عاطفيه مش حلوه بالذات دي بتعمل زي عواصف من الهرمونات وبتملى دماغك بالافكار. تجربه فاشله او فقدت حد او اي عواطف زيادة عن اللزوم. من أهم الأسباب على فكرة السوشيال ميديا. تخيل معايا كده تبقى لسه صاحي ودماغك رايقة، وأول ما تصحى تمسك الموبايل تفتح وتفر السوشيال ميديا اللي انت بتفتح 10 دقايق بس بتبص على النوتيفيكيشنز مش أكتر. وانت بتقلب وبتشوف النوتيفيكيشنز شفت كام بوست؟ 10 مثلا. شفت في كل بوست كام كومنت؟ نقول 5 كمان، حوالي 50 كومنت. تخيل انت في 10 دقايق تحت 10 مواضيع مختلفة وشفت 50 رأي مختلف خلتهم جوه دماغك في ذاكرتك القصيرة في 10 دقايق بس. حالك باقي اليوم كله مخك عمال يقلب فيها طول اليوم، بيحاول يستغل اي وقت فاضي عشان يعرف انت الافكار دي مهمة ليك هتخزنها ولا هتنساها. طبعا كالعادة لينكات وكل المصادر هتلاقوها تحت في الكومنتات، ولو انت على اليوتيوب هتلاقيها تحت في الديسكريبشن.